السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار حضراتكم إيه؟ يا رب تكونوا بكل خير وصحة وسلام. الفيديو اللي فات بفكرك، قلت لك هات لي ورقة واكتب لي كل يومك ماشي إزاي بالدقيقة أو بالساعة عشان تقدر تقول لي وتحدد لي أنت بالظبط بيضيع منك وقت قد إيه. تمام؟ عرفت؟ شفت نفسك في المراية واتفرجت على نفسك من بره وعرفت إن في وقت كتير بيضيع منك وأنت مش واخد بالك؟ انك تقعد 3-4 ساعات على النت وانت مش حاسس الوقت بيسرقك عشان بتتفرج على فيديوهات ملهاش اي لازمه ومش هتفيدك بحاجه، او انك مثلا بتضيع وقتك في الكلام في التليفون، او على سبيل المثال انك بتقعد على القهوه مع اصحابك كتير، او بتتفرج على افلام كتير زياده عن اللزوم او الى اخره. اتفرجت على نفسك كويس؟ حلو قوي. تعال بقى نبتدي نستغل الوقت ده. اول حاجه لازم تعرفها، يا ترى الوقت ده هتضيعه في ايه؟ هتستفيد منه ازاي؟ يا ترى ايه اللي ممكن اعمله يخليني في حته قدام؟ مطلوب منك المرحله اللي جايه تقعد مع نفسك وتقول لي انت عايز تبقى ايه. عايزك تحدد كويس قوي في الوقت الفاضي اللي انت طلعته ومعاك الورقه والقلم والكشكول بتاعك وتكتب اهدافك. نفسك تبقى كويس في الانجليش؟ نفسك تاخد كورس لغات تانية غير الانجليزي؟ نفسك على سبيل المثال تتعلم برمجه؟ نفسك تتعلم مونتاج؟ حدد هدفك، وبعد ما تحدد هدفك وتوصل له وتشوف انت عايز تقدر تعمل ايه بالظبط، فكر ايه اللي ممكن تعمله عشان توصل للهدف ده، عشان المكعب الملخبط يبتدي يتجمع ويبقى حته واحده. وفي الفيديو اللي جاي هقول لك بعد الخطوه دي وبعد تحديد الهدف هنقدر نوصل للهدف ده مع بعض ازاي، ايا كان هو ايه. اشوفكم على خير.